مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من لقاء الأسبوع. وكما تشاهدون أمامي رقعة لعبة الشطرنج، لأن الضيف هو الأستاذ الدولي الكبير محمد المضيحكي، البطل القطري والعربي في رياضة الشطرنج، الأمين العام للاتحاد القطري للعبة. سيد محمد، مرحبا بك معنا ضيفا كريما في بين سبورتس. أهلا وسهلا. طيب أستاذ محمد، دعنا نبدأ من النسخة الثانية لبطولة قطر ماسترز المفتوحة للشطرنج. هذه النسخة عرفت مشاركة أبطال عالميين، أبطال دوليين. ماذا يمكن أن تقول لنا عن هذه النسخة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة البطولة هذه يعني هي مواصلة لنجاحات البطولة السابقة ل 2014. البطولة الأولى كانت يعني لها صدى كبير في عالم الشطرنج، وخاصة كانت بمشاركة بطل العالم السابق كراونيك، فكانت هي أول بطولة يشارك فيها بطل العالم في البطولات المفتوحة. ولكن هذه النسخة يعني احنا سعيدين بتواجد بطل العالم الحالي ماغنوس كارلسن، بالإضافة إلى فلاديمير كرامنيك، بالإضافة إلى مصنفين من المصنفين أوائل على العالم، أمثال يعني أنيش جيري من هولندا، سويسلي من أمريكا، بطل كأس العالم سيرجي كارياكا من روسيا، ونخبة من اللاعبين. بطولة قوية جدا. ماغنوس كارلسن يعني بطل عالم مشهور، صغير في السن، غير يعني صراحة في الخريطة الشطرنجية، والمنافسة راح تكون يعني إلى آخر جولة إن شاء الله. راح يعني خاصة يعني ماغنوس كارلسن أول جولة تعادل، كانت بالنسبة لنا مفاجأة، لكن بطولة طويلة وراح نشوف يعني النتيجة النهائية إن شاء الله. تحدث عن مشاركة أبطال عالميين، عن النخبة في مجال لعبة الشطرنج. تحدث عن بطل العالم الحالي النرويجي ماغنوس كارلسن، وعن البطل الروسي السابق فلاديمير كرامنيك. ماذا يمكن أن يقدم مثل هؤلاء الأبطال لهذه النسخة ولرياضة الشطرنج هنا في قطر؟ أكيد وجود ماغنوس كارلسن وكرامنيك إضافة لأي بطولة، وإحنا يعني فخورين بوجودهم في البطولة هذه. تواجد أي بطل عالم في بطولة مفتوحة يعني صعب. أن العادة أبطال العالم أو مصنفين الأوائل في العالم يلعبون بطولات المغلقة اللي احنا نسميها كلوز تورنمنت، حتى لا يغامر بالتصنيف الدولي. فمثلا يعني ماغنوس كارلسن تعادل في أول جولة، لكن خسر بعض النقاط في التصنيف، فهذا يعني ممكن يأثر عليه يعني في كتصنيف أول 10 لاعبين. مثل ما قلت، الحصول على موافقة بطل العالم المشاركة في البطولة مش سهلة، لكن احنا يعني كنا يعني حلفنا الحظ ان ماغنوس كارلسن اختار معسكر تدريبي في الدوحة في شهر ابريل الماضي، وكانت في بيننا مفاوضات للحصول على موافقة البطولة هذه، واخيرا يعني هو يعني قرر المشاركة. وخاصة أن البطولة يعني فيها يعني لاعبين عالميين ومصنفين دوليين يعني كثيرين، ولا ننسى أن أيضا عندنا احنا بطولات عالم مشاركات في البطولة. عندنا هوي فان من الصين، عندنا ألكسندرا كوستانيوك من روسيا، بالإضافة إلى أنطونيتا سيفانوفا من بلغاريا، حيث أن أيضا هناك جوائز للبطولة لأفضل لاعبة على مستوى البطولة. بطولة يعني مثل ما قلت أنا قوية، ونشوف يعني إن شاء الله كيف راح تكون نتائجها. دعني أسألك عن مستوى المشاركة العربية في هذه النسخة، خاصة على مستوى الاحتكاك مع أبطال العالميين من قيمة كارلسن وكرامنيك. للأسف المشاركة العربية تعتبر ضعيفة نوعا ما. الاتحاد القطري قدم دعوات لجميع اللاعبين العرب، لكن للأسف ما تمت مشاركة بعض الدول العربية. عندنا فقط حوالي 6 أو 7 لاعبين عرب. أعتقد أنها هي يعني كانت فرصة كبيرة للاعبين الاحتكاك والحصول على ألقاب دولية أو حتى تصنيف دولي. بالإضافة للاتحاد القطري للشطرنج وضع جوائز خاصة للاعبين العرب. كنا نحاول أن نشجع يعني اللاعبين العرب للمشاركة، لكن للأسف مثل ما قلت المشاركة ضعيفة نوعا ما. في نظرك إلى مدى يرجع ضعف المشاركة العربية في مثل هذه اللعبة، لعبة الشطرنج، باعتبار أنك ممارس أولا ثم مسؤول في الاتحاد القطري للشطرنج؟ ضعف المشاركة العربية على المستوى الدولي
ما سببه؟ يعني في أسباب كثيرة. احنا نفتقد يعني إلى المدرب العربي القادر على يعني تنمية مواهب اللاعبين الصغار. للأسف يعني الشطرنج أصبح يعني أيضا مثل باقي الرياضات يتطلب يعني مجهود كبير، تدريب، نظام. لكن للأسف احنا مثل ما قلت يعني نفتقد إلى هذا الشيء. يمكن الوضع العربي يعني بشكل عام سيء على كل يعني في كل الرياضات، يعني مش بس في الشطرنج فقط. لكن في هناك يعني بعض اللاعبين يعني الحاضرين على مستوى العالم من مصر، من الامارات، من قطر حتى. لكن اعتقد احنا يعني المسافه بيننا وبين العالم راح تكون يعني كبيره جدا للوصول للعالميه. لكن ممكن يعني البطوله هذه تساعد ان يعني ممكن بطل عربي يطلع وتكون البطوله هذه سبب في يعني في وصولها للعالميه، وخاصه ان البطوله هذه يعني مثل ما قلت بطوله تعتبر اقوى بطوله في العالم. فان شاء الله ممكن يعني. اذا اردت ان اسالك عن الدول العربيه التي يمكن ان نقول مجازا انها رائده في مجال رياضه لعبه الشطرنج، من هي هذه الدول العربيه ربما تصنف في المراكز المتقدمه؟ مصر اكيد يعني هي في المركز الاول. عندنا الامارات، عندنا قطر، عندنا الجزائر. باقي الدول العربيه اعتقد عندها مشاكل يعني كبيره في الوصول الى العالميه او المنافسه على الالقاب. طيب الأستاذ محمد، الآن الأكيد أنكم طلعتم على تجارب العديد من المدارس العريقة في مجال هذه اللعبة. هل يمكن القول أنكم الآن في المسار الصحيح من أجل إنجاب أبطال قطريين قادرين على منافسة كبار الأساتذة في رياضة أو في لعبة الشطرنج؟ احنا إن شاء الله نكون قادرين، لكن الوقت يعني المسألة تتطلب يعني بعض الوقت. لاعب الشطرنج عشان يوصل إلى يعني المستويات العالمية تطلب يعني حوالي 5 إلى 6 سنوات تدريب متواصل، مشاركة في بطولات عديدة، بعض التضحيات يعني مطلوبة. احنا يعني في الاتحاد القطري للشطرنج عندنا مدربين من روسيا، وروسيا كما تعرف يعني هي يعني قائدة اللعبة في العالم. عندنا بعض المدربين العرب. احنا نحاول جاهدين اكتشاف يعني مواهب قطرية ان شاء الله يعني تكون تمثل يعني قطر والعرب في المستقبل. ما هي المجهودات التي يبذلها الاتحاد القطري للشطرنج من أجل أولا نشر اللعبة على مستوى دولة قطر، ثم من أجل التنقيب على المواهب وخلق منافسين؟ والله احنا يعني نقيم بعض البطولات المحلية، اعتقد حوالي 7 بطولات محلية للناشئين. ايضا عندنا بعض التدريبات في بعض المدارس. عندنا حوالي 120 لاعب حاليا يمارسون اللعبة في مختلف مدارس على مستوى دولة قطر، واحنا نطمح ايضا الى يعني عدد اكبر من هذا العدد. نحاول ايضا ان يكون هناك تعاون بيننا وبين برنامج الأولمبي المدرسي، اللي صراحة يعني برنامج يعتبر يعني من أفضل البرامج الرياضية لاكتشاف المواهب الصغيرة. نقيم معسكرات للمنتخبات السنية المختلفة، نشارك بطولات عربية وعالمية. احنا نبذل يعني صراحة جهدنا، لكن للأسف يعني أكيد هناك صعوبات يعني كثيرة. الدراسة أصبحت تأخذ يعني كثير من وقت الطالب، فوقته يعني يصبح محدود لممارسة أي رياضة. هناك أيضا يعني الشطرنج لعبة غير شعبية في قطر، لكن احنا يعني نبذل يعني جهدنا إن شاء الله أن نحاول أن نبرز اللعبة هذه على للجمهور. هناك أيضا الإعلام. الإعلام أعتقد يعني مقصر نوعا ما في حق رياضة الشطرنج بشكل يعني خاص، لكن هذه يعني مشكلة يواجهها العالم يعني ككل بالنسبة كلعبة شطرنج، إلا يعني فرضا في روسيا هناك اهتمام كبير من الإعلام
الروسي. هو سؤال قبل الفاصل، ماذا يستفيد الممارس من لعبة الشطرنج؟ إذا مثلا تحدثنا عن رياضات مثلا كرة القدم أو كرة السلة أو أي رياضة، هناك يعني مجهود عضلي على الأقل، يكتسب بنية جسدية جيدة. بالنسبة في ماذا تنفع لعبة الشطرنج ممارسها على المستوى الحياة اليومية؟ يعني ما هي المواهب أو الكفاءات أو الأمور الإيجابية التي يستفيد منها الممارس للعبة الشطرنج؟ أكيد هناك يعني كثير من الفوائد اللي ممكن يعني يحصل عليها ممارس لعبة الشطرنج، فهي تساعد على التركيز بشكل كبير. لاعب الشطرنج يتميز بذاكرة كبيرة جدا بخصوص الوقت. هناك ساعة لعمل كل نقلة، فهي أيضا تساعد على تنظيم الوقت. يعني هناك فوائد عديدة يعني، وفي هناك أبحاث تثبت هذه النظريات، وخاصة أنها تفيد طلاب المراحل السنية. سيد محمد المضيحكي، أريد أن أخوض معك في بحر تجربتك الشخصية لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال لقاء الأسبوع مع السيد محمد المضيحكي أمين عام الاتحاد القطري للشطرنج، فتفضلوا بالبقاء معنا. قطع المنتخب القطري شوطا مهما لبلوغ ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 سنة بفوزه على إيران بهدفين مقابل هدف، وأبقى المنتخب السوري على حظوظه بالتأهل إلى ربع النهائي بفوزه أيضا على الصين ب3-1. أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة حامل اللقب برشلونة مع أتلتيك بلباو، وفالنسيا أمام لاس بالماس، بينما يواجه أتلتيكو مدريد سيلتا فيغو، وإشبيليا أمام ميرانديس. أكد المدير العام لريال مدريد أن ناديه سيستأنف عقوبة حرمانه من إجراء تعاقدات جديدة. كشف أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هشام العمراني أن موقف الكاف من المرشحين لرئاسة الفيفا سيتحدد في 5 شباط فبراير المقبل. تغلب المنتخب السعودي على نظيره الإيراني ب26 هدفا مقابل 21 ضمن البطولة الآسيوية لكرة اليد، كما فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الصيني ب21 هدفا مقابل 17. في بطولة أوروبا لكرة اليد تغلب المنتخب الفرنسي حامل اللقب على نظير المقدوني ب30 هدفا لقاء 23 ضمن منافسات المجموعة الأولى. توجت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بلقب بطولة سيدني للتنس بفوزها على مونيكا بويغ من بورتوريكو. مشاهدينا الكرام، عدنا لاستكمال الجزء الثاني من لقاء الأسبوع مع السيد محمد المضيحكي أمين عام الاتحاد القطري للشطرنج. السيد محمد، أنت كممارس سابق للعبة، ماذا يحتاجه الممارس العربي كي يتألق في هذه اللعبة، خاصة وأنها غير مكلفة، رقعة وقطع شطرنج سوداء وبيضاء اللون؟ الصراحة بالنسبة لي أنا يعني المناخ اللي أنا كنت موجود فيه في خلال ذيك الفترة كان يعني مساعد جدا للوصول إلى ما أنا وصلت إليه. الاتحاد القطري للشطرنج يعني وفر لي مدربين على أعلى المستويات. كنت دائما مشاركات في بطولات خارجية، مثل يعني ما تعرف البطولات في المنطقة العربية كانت يعني قليلة جدا، يمكن بطولة واحدة خلال السنة، لكن كنت دائما أسافر إلى الخارج، خاصة إلى أوروبا للمشاركة في بطولات دولية، وهذا يعني كان يتطلب أيضا يعني انقطاع يعني بصفة يعني مستمرة عن الدراسة.
وانا ذكرت في حديثي يعني ان هناك لازم يكون في تضحيات بالنسبه للاعب للوصول الى اهدافه. فمثلا انا يعني في المرحله الجامعيه كنت طالب في جامعه قطر كليه الهندسه، وكان عمري حوالي 20 سنه، وكان عندي يعني خيارين: او اكمال الدراسه او اني يعني اركز مع الشطرنج. وصراحه يعني فضلت اني اترك الدراسه وكملت مع لعبة الشطرنج وحصلت على لقب استاذ دولي كبير. وكان يعني هذا يعني مثل ما تقول يعني من اكبر يعني انجازاتي على المستوى الشخصي. حينها كنت انا في اول لاعب يحصل على لقب استاذ دولي كبير في منطقة الشرق الأوسط، كنت ثالث لاعب عربي. أستاذ محمد، تحدثت لي عن تجربتك، لكن سؤالي: من ألهمك الاتجاه لهذه اللعبة، أو كيف اتجهت لها منذ البداية؟ يعني بداياتك مع لعبة الشطرنج. صراحة بدايتي كانت من خلال البطولات المدرسية كانت تقام آنذاك، لكن أعتقد أن يعني الحافز الأكبر هي كانت نتائجي في البطولات اللي كنت ألعبها. كنت دائما أحقق يعني مراكز متقدمة، الأول أو الثاني أو الثالث. وأعتقد يعني الاتحاد القطري للشطرنج لما يعني شاهد نتائجي كان في تركيز من الاتحاد. وصراحة يعني في هذه اللحظة يعني أشكر سعادة الشيخ محمد بن خالد الثاني رئيس الاتحاد الأسبق للاتحاد. يعني صراحة أعطاني كل الدافع المعنوي للوصول إلى المراحل هذه. وأيضا أشكر الأخ خليفة الهتمي رئيس الاتحاد الحالي، وفروا لي جميع يعني المقومات اللي أنا كنت أحتاجها، والحمد لله إلى ما وصلنا إليه الآن. من المؤكد أن هذه اللعبة مرت بتغييرات عديدة على مستوى القوانين. هل لك أن تحدث المشاهد الكريم عن القوانين الجديدة المستحدثة وطريقة احتساب النقاط في مباراة للعبة الشطرنج؟ قوانين اللعبة يعني ما تغيرت، صار لها فترة كبيرة. يعني القطع تتحرك كما هي إلى حد الآن، لكن هناك في تنقيح لبعض القوانين الدولية اللي تساعد يعني لنشر اللعبة وجذب يعني رعاة لهذه اللعبة، خاصة أن اللعبة يعني ما لها شعبية كبيرة حول العالم. مثل ما تشوف يعني نادرا ما تلاقي خبر عن البطولات الشطرنجية في قنوات العالمية. هناك يعني بعض القوانين حاليا الصارمة، خاصة أن الشطرنج حاليا يمارس من قبل يعني عن طريق الأجهزة الحديثة الذكية، الآيفون والآيباد والكمبيوترات، تحليل الكمبيوتر. نعم. فالاتحاد الدولي يعني سن بعض القوانين الصارمة لمنع الغش خلال المباريات اللي تقام في البطولات الدولية. للأسف هناك بعض اللاعبين الذين يعني يقومون باستخدام الأجهزة الذكية لمساعدتهم في بعض النقلات المهمة، وإحنا اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية لهذه العملية، حيث احنا منعنا أي دخول أي جهاز إلكتروني إلى قاعة اللعب. كما منعنا أيضا استخدام الساعات الذكية اللي ممكن تساعد في حال من الأحوال إلى هذه العمليات. عدا ذلك القوانين كما هي. هناك فقط في فصل بين بطولات الشطرنجية، حيث هناك عندنا بطولات الشطرنج الخاطف اللي هي تكون 5 دقائق لكل لاعب، والشطرنج السريع اللي هو نص ساعة وأقل، والشطرنج الكلاسيكي اللي هو حاليا البطولة هذه تعتبر يعني بطولة شطرنج كلاسيك، حيث أن كل لاعب له حوالي ساعتين خلال المباراة إلى 2.5 ساعة. فممكن المباراة هذه تستمر حوالي 5 ساعات إلى 6 ساعات على حسب يعني طول المباراة.
سأعود بك نقطة الغش أو التلاعب. كيف يمكن أن يتلاعب لاعب لعبة الشطرنج وأمامه خصم أولا ثم هناك حكم في المباراة؟ صحيح، يعني هناك حكم، وإحنا عندنا ما شاء الله يعني حوالي 10 حكام في البطولة هذه. هناك بعض الأساليب اللي يعني مثل ما قلت عن طريق الأجهزة الذكية، عن طريق الآيفون، عن طريق الآيباد، عن طريق التواصل مع أحد من يعني أصدقاء هذا اللاعب. ممكن أن لاعب شطرنج يعني دائما الحركة خلال المباراة، ممكن يعني يطلع يشرب قهوة، ممكن توصل معلومة عن طريق التواصل. فاحنا منعين بعض احنا يعني محددين بعض الأماكن اللي ممكن تواجد فيها الجمهور تفاديا لأي عملية غش. حينما نذكر لعبة الشطرنج يتبادر إلى الذهن مباشرة الأستاذ الروسي الكبير البطل العالمي، أو إن صح التعبير الأسطورة غاري كاسباروف. ماذا يمكن أن تقول لنا عن مثل هذا الاسم في مجال لعبة الشطرنج؟ وأنا كنت من أشد المعجبين بكاسباروف، أن أسلوبه كان جدا هجومي في اللعب، وأنا كان أيضا يعني أسلوبي مايل إلى الهجوم أكثر. كاسباروف يعني غير الشطرنج يعني بشكل جيد، خاصة لما كان يلعب ضد الكمبيوتر. كانت هذه يعني بالنسبة للعالم خطوة جديدة بالنسبة عليهم، أن الكمبيوتر مع العقل البشري، وكيف أنه يعني كان قادر أنه يغلب الكمبيوتر في أول مرة لكن خسر ثاني مرة. وحاليا الشطرنج أو برامج الكمبيوترات حاليا تعتبر أقوى من العقل البشري بسبب يعني سرعة الحسابات اللي عندها. لكن كانت نقلة نوعية إيجابية للشطرنج أكيد. وإحنا يعني عندنا مثل ما قلت عندنا اللاعب كرامنيك اللي تغلب على كاسباروف وحصل على لقب بطولة العالم. وكان يعني كرامنيك هو مثل ما تقول الصخرة اللي كانت في طريق حطمت اللاعب كاسباروف. للأسف يعني اعتزل هو قبل حوالي 10 سنوات، مع أنه كان يعني عنده قدرة على العطاء لحد الآن. فمثلا يعني حاليا عندنا اللاعب الهندي أنند بطل العالم الأسبق، حاليا عند عمره 46 سنة وما زال يمارس اللعبة. لكن كاسباروف عنده كبرياء غير عادي، ما كان يحب الخسارة أبدا، ففضل الاعتزال في وقت يعني ما يكون فيه إلا هو رقم 1 في العالم، ما كان يحب أن يكون رقم 2 في العالم. على ذكر الاعتزال، هل هناك سن معينة يجب أن يعتزل فيها لاعب الشطرنج؟ وهل هناك سن معينة لبداية لعبة الشطرنج؟ كبداية للعبة الشطرنج يعني كل ما صغر السن كان أفضل. مثلا يعني كاسباروف بدأ وهو حوالي عمره 5 سنوات، ماغنوس كارلسن بدأ وهو عمره 8 سنوات، أنا بديت في عمري 12 سنة، فيعتبر كان سن يعني كبير نوعا ما. بالنسبة للاعتزال الشطرنج يعني ما له سن اعتزال. ممكن نقارنها بلعبة الجولف، يعني ممكن تمارس اللعبة لحد 60-70. في بعض اللاعبين لحد الآن ما زالوا يمارسون اللعبة، لكن لمجاراة اللاعبين الصغار تحتاج طاقة كبيرة، فالنتائج راح يعني تختلف. لما بعد 40 راح تكون في نتائج مختلفة، يعني مش دائما تكون الأفضلية للاعب الأقوى، ممكن تكون الأفضلية للاعب الأصغر. سؤالي الأخير، باعتباركم مسؤول في الاتحاد القطري للعبة الشطرنج، بماذا تعد المشاهد العربي في النسخة القادمة، نسخة 2016 بإذن الله؟ إن شاء الله يعني السنة القادمة احنا بنحاول يعني نقدم بطولة أفضل، لكن احنا بصراحة صعبنا الأمور على نفسنا من السنة هذه وجود بطل العالم الحالي ماغنوس كارلسن. ما أدري يعني إيش راح تكون شكل البطولة السنة القادمة، لكن احنا راح نحاول إن شاء الله أن نقدم نسخة يعني جديدة مميزة، وإن شاء الله نوعدكم أن المشاركة العربية تكون أكبر، وخاصة يعني بصراحة بطولة يعني لها عدة أهداف يعني، ومنها أيضا المشاركة العربية تكون أكبر
ومساعدة في على الأقل يعني تقديم لاعب عربي إلى العالم عن طريق بطولة قطر ماسترز الدولية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام لقاء الأسبوع مع السيد محمد المضيحكي، الأستاذ الدولي الكبير، البطل القطري والعربي في لعبة الشطرنج، أمين عام الاتحاد القطري للعبة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وضيف جديد، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.